عليكم يا أبطال الصف الثاني، معكم المعلمة ريهام عرابي. هل أنتم جاهزون اليوم لنحل تدريبات تتكيف لتعيش؟ نعم. الآن يا نايا ستتحدثين لي عن هذه الصورة. تأملي هذه الصورة وقولي لي ما أسماء الحيوانات في هذه الصورة. ما هذا يا نايا؟ فيل. أحسنتي. وما هذا؟ دولفين. أحسنتي يا نايا. وما هذه؟ بومة. أحسنتي. ماذا عن هذا؟ ما هذا؟ غزال. وهذا؟ تمساح. الآن سؤالي لك يا نايا، اذكري الأماكن التي تعيش فيها هذه الحيوانات في الصورة. أين يعيش الفيل يا نايا؟ بالغابة. أحسنتي. أين يعيش الدولفين؟ البحر. أحسنتي. أين تعيش البومة؟ تعيش البومة في الغابة وبين الجبال. وأين يعيش الغزال؟ يعيش الغزال في الغابة. أين يعيش التمساح؟ يعيش التمساح في مياه النهر. نتعلم ونفهم ونبدع. والآن سنعيد قراءة درسنا تتكيف لتعيش، ومن بعدها سنناقش أسئلة النص. تتكيف لتعيش. كتبت آمال في مجلة الحائط المعلومات الآتية: تتكيف الكائنات الحية مع الأماكن التي تعيش فيها، فنبات الصبار الصحراوي تنتشر جذوره لمسافات بعيدة في التربة لامتصاص أكبر كمية من الماء وتخزينها في الساق. أما أوراقه فهي شوكية مغلفة بطبقة شمعية تمنع فقد المياه المخزنة، بينما النباتات التي تعيش في الماء جذورها ضعيفة وأوراقها شريطية مرنة حتى لا تمزقها التيارات المائية. والآن بعد استماعنا للنص سأناقش الأسئلة معك يا نايا. هل أنت جاهزة؟ جاهزة. الآن السؤال الأول يا نايا: أتمم الجملة مما بين القوسين وفق ما سمعته في النص. كتبت آمال في مجلة. الآن سنختار الإجابة الصحيحة: يومية أم الحائط أم جدارية؟ الحائط. أحسنتي. كتبت آمال في مجلة الحائط. تحدث النص عن الحيوانات، النباتات، الطيور. النباتات. أحسنتي يا نايا. السؤال الثاني: أضع خطا تحت الكلمات التي سمعتها في النص فيما يأتي. الصبار. هل سمعنا كلمة الصبار يا نايا؟ نعم. أحسنتي. هل سمعنا كلمة الطعام؟ لا. أحسنتي. هل سمعتي كلمة شمعية؟ إيه. نعم. أحسنتي. هل سمعنا كلمة الاستفادة؟ لا. أحسنتي يا نايا. الآن يا نايا السؤال الثالث: أكملي شفويا ما يأتي وفق ما سمعته من النص. تتكيف الكائنات الحية مع الأماكن التي تعيش فيها. والآن وصلنا لنهاية درسنا هذا اليوم، وتذكروا أن العلم قوة والتميز عادة. نلقاكم بدرس جديد بإذن الله تعالى.